النادي الاهلي هيقلوظنا. النادي الاهلي ايه؟ هيقلوظنا. تعالالي. النادي الاهلي هيقلوظنا قلوظه لم نتقلوظها من قبل او من بعد. لك ان تتخيل ان هيبقى عندك امام عاشور وهيبقى عندك كهربا ويبقى عندك زيزو، يطلعوا الثلاثه بقى يقولوا لك ايه؟ يقول لك يا كاريزما، يقول لك عندي غزاله. غزاله ايه؟ غزاله حمراء ايه؟ بتشرب ميه ايه؟ ميه بيره ايه؟ من عند خواجه ايه؟ خواجه كولر. لك ان تتخيل ان كهربا وامام عاشور وزيزو يطلعوا الثلاثه يقولوا لك كده. شال الرعاش جلطه. بص، بكل ما تعمله كلمه هتتشل. وزيزو متمسك بالرحيل عن نادي الزمالك. والد زيزو بيقول لك زيزو جاي له 200 مليون، لو نادي الزمالك ادانا 100 هنقعده وهنكون خدمناكم. الفرق بقى بيننا وبين جماهير النادي الاهلي ايه يا كاريزما؟ ان جماهير النادي الاهلي وقت ما تلاقي لاعب بيتمرد ارزع اللايك يا كاريزما وصلى على النبي. ارزع اللايك وصلى على النبي، وعايزين نوصل الحلقه دي اول 3-4 ساعات ل5 6000 لايك. فارزع اللايك كده وصلى على النبي واعمل مشاركه للفيديو. الفرق بيننا وبين جماهير النادي الاهلي ان جماهير النادي الاهلي ما بتحبش ايه؟ الدلع. وقت ما بتلاقي لاعب بيتميع ويتمايص وبيتكلم مع الاداره ان في جنيه زياده او لحلوح زياده انت بتستغلني في جماهير النادي الاهلي، قبل الاداره بتقول له شكرا. وامثله كتيره زي رمضان صبحي مثلا زي مثلا مين؟ احمد فتحي، زي عبد الله السعيد، زي شريف اكرامي. ايا كان اللاعب زي حسام عاشور. اي حد يقول لك او يفرض مثلا ان هو اكبر من النادي الاهلي، النادي الاهلي بيديله، بص بقى إيه يعني مش عايز اقول لك بيديله النحو. بيديله ايه النحو؟ بيديله 1 متر، فالموضوع بيبقى منتهي. جماهير نادي الزمالك من ساعه ما عرفنا ان زيزو خلاص هيروح على نادي نيوم السعودي، بعد جماهير نادي الزمالك طلعت قالت لك رحيل مجلس اداره نادي الزمالك. ليه؟ علشان خاطر هيبيعوا زيزو. طب وانت عندك حل تاني؟ احنا ليه ما بنتعلمش من النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي؟ ليه المفروض ان اللاعب يكون اكتر حاجه هو لاعب في النادي، لكن مش هو النادي كله. انا معاك ان زيزو لاعب مؤثر في نادي الزمالك، معاك ان زيزو لاعب جامد جدا كزملكاويه، احنا بنعتبره ان هو خلاص هو القوام الاساسي في نادي الزمالك. انا معاك، لكن طالما اللاعب بيشوف نفسه على النادي وبيفرض سيطرته على النادي، لا، نادي الزمالك اكبر من اي لاعب، وده المفروض ان احنا نقتنع بيه. نادي الزمالك اكبر من اي لاعب ايا كان اسمه، ده المفترض انه يحصل. بعض جماهير النادي الاهلي عارفه الكلام ده. يعني جماهير النادي الاهلي لو هنيجي مثلا نبص على جماهير النادي الاهلي، لا، اللاعب عندهم انت حبيبي وصاحبي وكفاءه وبص اشيد بيك في ادائك، لكن ان انا اكبرك عن النادي الاهلي ما عندهمش الحته دي. ودي جماهير النادي الاهلي بتعرف تعملها، لكن احنا لا، احنا بنتمسك باللاعب اكتر من ما بنتمسك بالنادي. الموضوع بصراحه زاد عن حده وبقى اوفر. ارزع اللايك يا كاريزما وصلى على النبي. هنيجي لنقطه مهمه جدا بقى، وهي فرق العقليه. عقليه اللاعب. يعني اللاعب لما طلع والده امبارح طلع يقول لك ان احنا شاريين نادي الزمالك، وان نادي نيوم عارض مثلا 200 مليون دولار، واحنا مثلا واحد يطلع يقول لك ايه ما فيها ايه لما يتنازل مثلا ويمضي على 50. سؤال بيطرح بلع، سؤال عادي وبديهي جدا. هل النادي الاهلي بيدي لاي لاعب، حسين الشحات بقى، امام عاشور بقى، كهربا، وسام ابو علي اللي واخد لك الاخضر واليابس، ولاعيبه النادي الاهلي حرفيا بتمسك لك اي فريق تنجده وتهلهله، هل اي لاعب في النادي الاهلي بياخد لك المبلغ ده؟
سؤال عادي اهو وبديهي، سؤال عادي خالص. هل في لاعب في النادي الاهلي بيقول لك ان انا مثلا باخد 50 مليون جنيه في النادي الاهلي؟ مفيش الكلام ده. النادي الاهلي عنده سقف تعاقدات، ان الفئه الاولى تاخد لك من 2 مليون ل 8 مليون، الفئه الثانيه مثلا بتاخد، لا الفئه الثالثه، يعني في فئات، فئه اولى، فئه ثانيه، فئه ثالثه. الفئه الاولى ما بتتخطاش ال 20 مليون، ما بتتخطاش ال 20 مليون. الفئه الثانيه بقى بتبقى اقل شويه، الفئه الثالثه بتبقى اقل شويه. ولكن هل في لاعب بيوصل للمبلغ ده 50 مليون؟ مفيش الكلام ده. هل في لاعب في النادي الاهلي بيوصل مثلا ل 100 مليون اللي زيزو عايزهم في نادي الزمالك؟ مفيش الكلام ده. طب انت كاهلاوي لو لاعب جه عندك مثلا زي وسام ابو علي، زي كهربا، زي امام عاشور، وده سؤال هقرا كل التعليقات فيه، هل اي لاعب من لاعيبه النادي الاهلي برغم البطولات اللي بياخدوها ديت، سواء دوري او كاس او دوري ابطال او الكلام ده كله، ما شاء الله يعني، هل لو في لاعب في النادي الاهلي دخل على كابتن محمود الخطيب كده ورزع الباب بالرجل كده وقال له بقول لك يا كابتن انا عامل مع النادي الاهلي انجازات وعايز مرتبي اللي هلح تزيد، رد كابتن محمود الخطيب ايه؟ او قبل رد كابتن محمود الخطيب انت ردك كاهلاوي ايه؟ سؤال بيطرح بلح. لو في لاعب في النادي الاهلي شم نفسه او عمل نفس الحركه اللي زيزو بيعملها دلوقتي مع نادي الزمالك، ردك انت كاهلاوي هيكون ايه؟ ده سؤال عادي وهقرا كل التعليقات. وبص بقى مفيش تعليق انا هفوته، لان السؤال ده مهم جدا بالنسبه لي. انت لو في لاعب شم نفسه على النادي الاهلي وقال لك ان انا عايز فلوس زياده او في لحاليح زياده لاني عامل انجازات وجايب اهداف، ده وسام ابو علي ما شاء الله عليه جايب لك 18 هدف في 19 مباراه، لو اللاعب ده طلع قال لك مثلا ان انا متعاقد على كذا فعايز كذا، انت كلاوي هتعمل ايه؟ سلام، احلى مسا على فخادك ومش عايزين نشوف وشك في النادي. مش ده اللي هيحصل، ده اللي هيحصل، لان النادي الاهلي هو. طب سؤال تاني بيطرح بلح اهم، هل النادي الاهلي ما يقدرش يدي للعيبه يعني 50 مليون و100 مليون؟ لا النادي الاهلي يقدر. النادي الاهلي عنده ميزانيه مهوله ما شاء الله عليه، لكن النادي الاهلي عامل سقف تعاقدات، فئه اولى، فئه ثانيه، فئه ثالثه، وده اللي بيتعامل بيه، لان النادي الاهلي هو خلاص هو النادي الاهلي، كيان النادي الاهلي، مفيش لاعب اكبر من النادي الاهلي. زي ما المهندس عادل القيعي وجماهير النادي الاهلي بتقول الاهلي فوق الجميع، الاهلي فوق جميع ابنائه، الاهلي فوق اي حد. الموضوع كبير جدا، يعني الموضوع كبير جدا. فلازم كمجلس اداره نادي الزمالك ان احنا نتعلم بقى. كابتن حسين يا لبيب انا معاك قلبا وقالبا، زيزو يمشي ما يمشي يا عم، هو اكبر من نادي الزمالك؟ ما السؤال بيطرح بقى، زيزو لاعب مهم، ولكن ما تشوفش نفسك على النادي 100 مليون 100 مليون جنيه ليه يا عم وانا قاعد مع ميسي؟ يعني والله حاجه غريبه جدا، بنسمع ارقام غريبه جدا. وللاسف احنا اللي بنوصل اللعيبه يبقوا بالشكل ده وبالمنظر ده، ويبقى حته الطمع في ارزع الله ككاريزما وصلى على النبي. هل نادي الزمالك عنده حل تاني ان هو مثلا يقعد زيزو؟ يعني في حل تاني؟ طيب هل مجلس اداره نادي الزمالك لو قعد زيزو ايه اللي هيحصل؟ زيزو هيمشي في شهر يناير فري مجانا. يعني انا كمجلس اداره لو ما مشيتش زيزو دلوقتي وتمسكت اللاعب هيمضي فري مجانا، ونادي الزمالك مش هيستفاد باي جنيه. يعني بيع زيزو في الفتره الحاليه هو مكسب لمجلس اداره نادي الزمالك. ارزع الله ككاريزما وصلى على النبي. فبالتالي مجلس اداره نادي الزمالك ما عندوش حل. طب هل انت كنادي زمالك او مجلس اداره نادي الزمالك معاك لحاليح تديها لزيزو؟ والله لو معانا لا هنجدد له. انا بقول لك اهو هنجدد له بشروطه ب 100 مليون، وده عكس النادي الاهلي. النادي الاهلي عمره ما يعمل كده. انا لو معايا ال 100 مليون كمجلس اداره نادي الزمالك، اصل انا عارف العقليات، انا عارف هيجددوا له. ليه؟ لان احنا كجمهور مش في ظهر مجلس اداره نادي الزمالك، مع ان مجلس اداره نادي الزمالك هو بيفكر ان هو يحل الازمات. الناس يعني عاملين والله العظيم يا جماعه
الناس دي مظلومه، الناس دي حرفيا مظلومه معانا. الناس دي يعملوا ايه؟ مديونيات بالكوم، بالمليارات. هيعملوا ايه؟ انت عندك لاعب ممكن يتفك مثلا باتنين تلاتة لعيبه، بعنا زيزو ممكن نجيب ابن شرقي ونجيب كمان صفقتين، عادي جدا، يعني عادي جدا. لكن انت بقى كجماهير نادي الزمالك ممكن مثلا تقول لك لا زيزو مش للبيع، هم يتصرفوا. هيتصرف لك منين؟ ما هو مجلس اداره نادي الزمالك السابق عمل لك ليله وليله وقلب لك الدنيا. طيب نسيبنا من الموضوع ده لان ده كوبري يطبخ على نار هادئ. وانا بقول لك اهو ان زيزو اهلاوي رسميا، عشان يطلع لك هو وكهربا وامام عاشور يقول لك عندي غزاله. غزاله ايه؟ غزاله حمراء ايه؟ بتشرب ميه ايه؟ ميه بيره ايه؟ من عند خواجه ايه؟ خواجه كولر. بقول لك ايه، احنا هنلم هدومنا وهنركب الزحليقه لو زيزو راح النادي الاهلي. وانا بقول لك اهو الخوف بقى مش من اللي فات زي ما قال لك قفشه، الخوف من اللي جاي، فربنا يستر. طيب ازيدك من الشعر بيت بقى. النادي الاهلي هيقابل نادي الزمالك في الكره النسائيه، الفالحين في الكره الرجاليه هيعملوا لنا كره نسائيه. اول مقابله في الدوري في الكره النسائيه هتكون اهلي وزمالك، يعني هنتهلهل وهنتنجد. هو انا في الرجالي او في كره القدم الرجال متهلهل ومتنجد، يقوموا يعملوا لي كره قدم نساء. قال احنا فالحين ده هيبقى فيها شد شعور وهتبقى ليله والليله، هتبقى ليله والليله. ارزع لايك يا كاريزما وصلي على النبي عشان اخش لك في موضوع اشرف داري. اشرف داري قلنا لك قبل كده يا كاريزما، بس انا عايز اقول لك على حاجه مهمه جدا. اشرف داري لاعب كبير جدا، لاعب عالي جدا، لاعب كواليتي محترم جدا 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 جدا. طيب اشرف داري يا كاريزما عنده مباراه النهارده، حلو هيلعب احتياطي، يعني هيقعد على الدكه. جماهير النادي الاهلي تقول لك احسن يا اصل عشان خاطر الاصابات ومش الاصابات وبتاع، نحافظ على اللاعب بتاعنا. طيب اشرف داري هيخلص الماتش من هنا يا كاريزما ويقوم رافع لك الشنطه من هنا، هيقوم جاي لك القاهره. يعني موعد وصول اشرف داري النهارده ان شاء الله او بكره بالكتير قوي. وانا بقول لك اهو يا كاريزما، اشرف داري اهلاوي رسميا، وان شاء الله هيجي النهارده او بكره في استاد التتش رسمي. ارزع اللايك يا كاريزما وصلي على النبي. وانت من وجهه نظرك شخصيه يا كاريزما ما هو تعليقك على موضوع زيزو؟ وهقرا كل التعليقات. ولو لاعب عندك في النادي الاهلي عمل الحركه اللي زيزو عملها ديت هيكون ايه موقفك؟ وان لو في لاعب تمرد عليك وقال لك ان انا عايز لحليح زياده هيكون ايه موقفك منه؟ زائد ان انا عايز ما هو تعليقك برضو، عايز اقرا تعليقك على موضوع اشرف داري وانتقاله للنادي الاهلي، وهل هيكون اضافه ام لا. وبكده نكون وصلنا نهايه كلامنا، واتمنى من الله سبحانه وتعالى ان الحلقه تنول على اعجابكم. ولو عجبتك الحلقه يا كاريزما ارزع اللايك، عايزين نوصل الحلقه دي ل 3 4000 لايك، يعني على الاقل خالص اول 3 4 ساعات. سلام عليكم.